اخواتي اللي منورين الدنيا. تعالى النهارده احكي لك عن اكبر كارثه بحريه حصلت في القرن العشرين، بس مش زي اللي انت شفتها في الفيلم بتاع جاك وروز. لا، النهارده احكي لك عن حاجات حصلت فعلا في سفينه تايتانيك، اسرار وارقام ومواقف اغرب من الخيال. عارف لو انت كنت هناك كانت حياتك هتتغير في 3 ساعات. شركة بريطانية اسمها وايت ستار لاين قررت ان هي تكسر الدنيا وبنت فعلا اكبر سفينة ركاب في العالم، تايتانيك. طولها حوالي 269 متر وعرضها 28 متر، وزنها كان فوق ال 46 الف طن. السفينة كانت مليانة بالرفاهيات، حمامات سباحة، جيم، حمامات بخار، صالون حلاقة، كباب رفاعي. كانوا بيقولوا عليها السفينة اللي ما بتغرقش بسبب تصميمها المفتخرين بيه. عملوا فيها 16 اوضة بتمنع تسرب المية. قال لك بقى ان حتى لو 4 غرقوا السفينة هتفضل واقفة. ويوم 10 ابريل 1912 السفينه خرجت من انجلترا وكانت رايحه نيويورك، وقفت في فرنسا وايرلندا علشان تاخد ركاب تاني، وكان فيها حوالي 2224 شخص، كل الطبقات، اغنياء لدرجه ان التذكره الاولى كانت بتساوي حوالي دلوقتي 70,000 دولار، وناس فقراء مهاجرين كانوا رايحين يحلموا بحياه جديده في امريكا. بحر هادي والسما صافيه، ما كانش فيه اي حاجه تقول ان دي رحله الموت. ليله 14 ابريل 1912 الساعه كانت 11:40 دقيقه بالليل. السفينه كانت ماشيه بسرعه حوالي كده 22 عقده، والبحر كان شكله هادي، بس كان في تقارير بتقول ان في جبال جليديه، والراصد كان شايف جبل جليدي قدامه. صرخ والسفينه حاولت تلف، بس للاسف اتاخرت ثانيتين كانوا كفايه لتدميرها. الجبل الجليدي خدش السفينه من الناحيه اليمين تحت الميه، وفتح اكتر من 90 متر من هيكل السفينه، والميه بدات تدخل غرفه ورا الثانيه. وقتها كابتن السفينه ادوارد سميث فهم ان هي مساله وقت. عدد قوارب النجاة اللي كانوا موجودين على السفينة 20 واحد بس، تكفي حوالي 1178 شخص، يعني نص الناس تقريبا. بسبب ده ان كانوا هم مهتمين بشكل السفينة اكتر من امان الركاب اللي كانوا في الدرجة التانية كانوا قافلين عليهم بحواجز علشان يسيطروا عليهم، والفرقة اللي كانت بتلعب مزيكا فضلوا يلعبوا مزيكا لحد اخر لحظة. اللاسلكي كان لسه تقنيه جديده، لما كانت في سفينه جنبهم استقبلت الاشاره وجات لهم بعد ساعتين ونص. عايز اقول لك ان كان في كلبين نجوا من الغرق، كانوا في قوارب النجاه، قصادهم ان في الاف البشر ما قدروش ينجوا. وقت الاصطدام لحد ما غرقت تايتانيك استمرت حوالي ساعتين و40 دقيقه، وفي اللحظه الاخيره السفينه اترفعت لفوق واتقسمت نصين، جزء غرق بسرعه وجزء تاني اتسحب تحت الميه. ساعتها كان درجة حرارة البحر 2 درجة مئوية، يعني اللي وقع في البحر ما كانش هيقدر يعيش أكتر من 15 دقيقة. من 1500 بني آدم فقدوا حياتهم في كارثة، شوية اتحفظوا جسمهم في التلج وشوية نزلوا في أعماق المحيط للأبد. وبعد الحادثة العالم غير قوانين الملاحة، إن كل سفينة يبقى فيها قوارب نجاة يكفي الكل، كل فترة يبقى فيه تدريب للإخلاء، يقعدوا يراقبوا الجبال الجليدية 24 ساعة. والنهاردة من بعد أكتر من 110 سنة توم تايتانيك لسه نايم تحت البحر على عمق 3800 متر، كأنه شاهد صامت على غرور الإنسان وقوة الطبيعة. عارف ان في سنة 1989 اتكتبت رواية عن سفينة اسمها تايتان، كانت اكبر سفينة في العالم وخبطت في جدار جليدي وغرقت في شمال المحيط الاطلنطي. عايز بقى اقول لك على حاجة، الرواية دي اتكتبت قبل كارثة تايتانيك ب 14 سنة. في غواصين بيحكوا ان في ابواب مقفوله جوه حيطان تايتانيك فتحتش من يوم الغرق، وكأن الوقت وقف جواها من 1912. في ناس بتقول ان ممكن يبقى فيها ناس لحد دلوقتي، بس اكيد غرقوا. عايز اقول لك على سر، في جزء في سفينه تايتانيك لحد النهارده محدش عارف يوصل له، وكل مره حد يفكر يروح ناحيته يحصل اعطال غريبه في المعدات، كأن المكان بيقول له ما تكتشفش حاجه. فانت بقى لو كنت على السفينه كنت هتعمل ايه؟ يا ترى كنت هتبقى عايش دلوقتي، ولا كنت هتبقى من ال 1500 اللي الحكايه كتبت اسمائهم للابد؟ وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل فيديو بحاجه جديده عشان ما تزهقش.